السلام عليكم، معكم عبد الرحمن. قد رجعت لك فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن سبورتس اكشن كاميرا. بس قبل ما ابدا الفيديو اضغط لايك شير سبسكرايب عشان انت كده تكون تدعمني جدا. وفيديو النهارده برعايه محلات موبي ستور. موبي ستور ده محل بتاع موبايلات واكسسوارات موبايل وكده، كل ما يخص الموبايل وكده. عنده بقى موبايلات، اكسسوارات بقى، سماعات، شويه جرابات جامده كده، غير بقى رينج لايت الجامده اللي عنده. المحل ده في شبين الكوم المنوفية في شارع الاستاد، عند كده رايا شوب. فاتح كمان في منوف. هسيب لكم العناوين كلها تحت في الديسكريبشن برضو. المحل ده بيوصل لكل المحافظات، فانت ممكن تطلب من عنده وهيجيلك. طبعا هسيب لكم لينك صفحته تحت عشان تشوفوا المنتجات اللي عنده وكده، والارقام بقى والاماكن وكده. بيوصل لكل المحافظات وبسعر بسيط جدا للشحن. فالمحل ده اداني الكاميرا دي اجربها واقول رايي فيها في الفيديو، فهنتكلم عليها دلوقتي. اشكركم جدا جدا، وصلنا لاكتر من 5000 مشترك في وقت قياسي جدا. شكرا شكرا شكرا. يعني تقريبا في اخر اسبوعين زدت اكتر من 2000 مشترك، فوالله مش عارف اقول لكم ايه. بس انتظروا فيديوهات بقى جامده جدا عشان الدعم الشديد اللي انتوا بتعملوه ده. هعمل لكم بقى فيديوهات للموبايلات بقى وكده. احنا بنسخن بس وبنبدا بالكاميرا دي، وبعدين بقى هنعمل موبايلات بقى وتشوفوا فيديوهات جامده يعني قريب. واعمل لكم جيف اواي طبعا، مش هنساكم قريب جدا. فوالله مش عارفه اقول لكم ايه. انتوا وصلتوني لعدد كبير جدا، 5000 واحد بيتفرج على القناه دلوقتي ومشترك فيها. ولو انت عايز تنضم لينا اضغط سبسكرايب للقناه ولايك. هنتكلم بقى على الكاميرا دي ونفتحها وكل الكلام ده. فيديو التابلت عندي وصل لاكتر من 100,000 مشاهده، فشكرا والله للدعم الشديد اللي انتوا بتعملوه لي ده. هنفتح دلوقتي الكاميرا دي، نفتحها اهو دلوقتي. ده موبايلي بس مش عايزه ابينه كده احسن. نفتح. معلش بقى لسه ما عنديش ترابيزه في المكان ده. نفتحها بالعكس، مفيش حاجه في العلبه خلاص. ماشي، دي الحاجات اللي في العلبه. في علبه سبورتس اكشن كاميرا 4K الترا اتش دي، ووتر بروف، واي فاي، وبتدعم التاتش كمان سكرين. هي دي الكاميرا. بصوا الكاميرا كده صغيره خالص قد الجوبرو كده، بس هي طبعا مش جوبرو، هي شركه مش معروفه. وجالك كمان، سيب بس الكاميرا في جنب. وجالك كمان ده ايه اللي هو اسمه ايه، ريموت كده عشان لو عايز تسجل تصور بالكاميرا فيديو او صوره من بعيد. حلوه جدا. وبيجيلك هنا كده شويه اكسسوارات كتير قوي. عايزين اللي بيجي اول اكسسوار هو ده. تاني اكسسوار طبعا مش هيبان لكم حاجه، طبعا انتوا ممكن تكونوا مش عارفين ايه ده اساسا. الحاجات دي اهي. ايه تاني؟ ده كمان بتاع ده. وكمان ده، كمان البتاع الغريب ده. طبعا انا مجرب الكاميرا بس بعمل لكم انبوكسنج، يعني بوريكم ايه اللي هيجيلكم في العلبه. دايما بحب اعمل كده. واتكلمنا عن ده كمان، حاجات كتير اهمت وده اتكلمنا عليه. واخيرا سلك الشاحن اللي تشحن بيه الكاميرا وبس، والتعليمات بقى والكلام ده. اتكلم بقى على حاجه الاساسيه. كاميرا اول حاجه هي بيجي في علبه كده، علبه كده عشان لو نزلتها تحت الميه ما يحصلهاش حاجه. طبعا الكاميرا دي لو انت بقى عايز تصيف بقى وعايز تجيب كاميرا بقى وتصور في المصيف بقى تحت الميه وبره الميه وتصور صور وفيديوهات بقى، فدي تقريبا الكاميرا اللي بتعمل كده. وبتعمل برضو لو انت مثلا راكب عجله، بتسبح بكده يعني الحاجات دي. فطبعا الكاميرا دي ووتر بروف، يعني انت لو حطيتها تحت الميه مش هيحصل لها حاجه. ماشي. طبعا دي بقى الحاجات اللي بتتميز بيها الكاميرات اللي زي دي الصغيره. طبعا هي بعلبه كده، ممكن تشيل العلبه دي. انا مجرب الكاميرا زي ما قلت لكم، بس انا وريت لكم بس انبوكسنج. بصوا هي دي الكاميرا اساسا، هي بس جايب علبه كده عشان دي لو انت هتنزل تحت الميه. لو انت مش هتنزل تحت الميه مش هتحتاج دي باي حاجه. ماشي.
فالتحت المايه دي هتنفع جدا لو انت في مصيف ولا حاجه. اتكلم بس عن مواصفات الكاميرا دي ب 4K الترا اتش دي، وكمان بوتر بروف. بيجي فيها تاتش سكرين صغيره كده، فدي تقريبا وبتيجي بواي فاي عشان في تطبيق كده بتنزله في الموبايل عشان لو انت صورت فيديو او صوره يجي لك على الموبايل على طول بسرعه كده. نتكلم بقى على التجربه الفعليه للكاميرا الصغيره الجو برو دي اللي سعرها تقريبا 1000 جنيه. سعرها بسيط جدا بالنسبه لكاميرات الجو برو الاصليه. كاميرات الجو برو الاصليه بتبدا من 5000 جنيه تقريبا، تبقى الكاميرا نفس دي بالظبط كده بس ماركه معروفه. فنشوف في فرق فعلا ولا لا. هي دي ب1000 جنيه يعني سعر خمس السعر تقريبا. هي بصوا الكواليتي بتاعتها طبعا معرفش كام ميجا بكسل، مش ماشي مالناش دعوه بكام ميجا بكسل، المهم التجربه. هي يعني التجربه الفعليه هي الكواليتي بتاعتها مش عاجباني الصراحه، مش الكواليتي انت تستناها في الكاميرا، بس صراحه برضو هي سعرها بسيط يعني مفيش اي دايناميك رينج في الموضوع. لو انت في فوكس برضو الفوكس بيبقى مش مظبوط يعني هتلاقي الفيديو كده في اضاءه عاليه كده في الفيديو كتير كده، لا مش متوازنه والالوان بايظه خالص. لو انت تصور حاجه سودة هيبان زرقاء مثلا كده. بس دي بسيطه كاميرا ب1000 جنيه، فما ما اقدرش برضو يعني تديك اكتر من كده. هي انت قارنتها بموبايلك، لو موبايل كده ب3000 جنيه الكاميرا دي تبقى اوحش الصراحه من الموبايل، فهي اقل من الموبايل شويه بكتير كمان. هصور لكم دلوقتي فيديو وانا بتكلم. دلوقتي انا بسجل بالكاميرا الصغيره السبورتس اكشن كاميرا، هي دي كاميرا صغيره جدا ماشي. والكواليتي هي الكواليتي الصراحه هي ولا 4K ولا اي كلام، هو بس شويه هبد كده حاطينه على البتاع ويقول لك 4K. بقى من افضل المميزات في الكاميرا دي ان هي بيجي لك شاشه صغيره كده، شاشه صغيره كده. هي دي الشاشه دي بيقول لك انت سجلت كام، فانت حتى لو مش شايف نفسك هيقول لك هو بيسجل او لا. فدي من الحاجات الحلوه في الكاميرا الرخيصه دي. هي طبعا ماتيريال بقى ماتيريال بلاستيكي، بلاستيك جدا كله بلاستيك طبعا، ما يقدرش يديك يعني اقدر من كده. بس البطاريه برضو مش حجمها كبير بتفضى بسرعه. الكاميرا دي اكتر مده ممكن تصور بيها 10 دقايق، ممكن تصور بيها صور وفيديوهات. ممكن اصور لكم صوره دلوقتي، وانا كل ما اصور صوره بتطلع مهزوزه مش فاهم ليه، مفيهاش اي نوع من التثبيت الالكتروني. بس دي لو انت بقى في اضاءه او في بتاع بقى وبره في مصيف ولا بتاع ممكن نعتبرها مقبوله، عشان انت مش هتبقى لو في البيت كده صورت من غير اضاءات وبتاع لا هتطلع وحشه جدا وفي بيكسلز وكده. لو انت بقى في مصيف واضاءه والكلام ده هتنفع يعني، ممكن تنفع يعني وسط. بس والالوان بهتنا شويه في الكاميرا دي. بصوا بس ما حدش يجي يقول لي بقى انا هصور بيها فيديوهات بقى وفلوجات وبتاع، لا طبعا ما تحصلش دي. ده تصوير موبايلك ممكن يبقى احسن من كده، لا طبعا اوعى تعمل كده يعني. طبعا لا اوعى تصور دي بقى، اخرها انت تصور في مصيف عايز تصور شويه شوطات كده سريعه. لو مش عايز تصور بموبايلك يعني وانت في مصيف وبتاع بقى مش عايز تبل وكده، دي تنفع لو انت هتصور تحت الميه وبره الميه صور كمان. بس برضو هي زاويه واسعه بس مش شايفها عمليه قوي يعني، كنت متوقعها احسن من كده. بس برضو نقول تاني دي سعرها بسيط جدا. فدي اخر مره دي ما تنفعش لتصوير فيديوهات، ما تنفعش زي الجو برو كده تصور بيها تصويرات سينمائيه وبتاع، لا الدايناميك رينج في يعني هوريكم كده، هوريكم لكم فيديو. الفوكس في الكاميرا دي وحش قوي، بصوا بطيء بيقطع كده، تحس ان فيه لاج كده وهو بيعمل فوكس، ما بيعرفش يوازن من الاضاءه العاليه والاضاءه الواطيه. يعني بصور في اضاءه هنا ماشي بصورها وجنبها كاميرا مش منوره، فلما اجي اجيبها كده الكاميرا بتبان هي سودا ما بتبانش اساسا ومفيش اي نوع من التثبيت. فانا ما اقولكش انا بص الملخص، انا ما اقولكش ما تشتريهاش وما اقولكش برضو اشتريها. الكاميرا دي تشتريها بس في حاله لو انت هتصيف وعايز تصور بقى تحت الميه وبتاع ونفسك قوي كده تجيبها. لو انت عايز تصور شوطات سريعه حاجات كده في اضاءة الشمس يعني اضاءة داخلية ممكن تنفع، لكن لو انت هتصور بيها فيديوهات كده عادية لا. مثلا البتاع ده نركب الكاميرا، المفروض دي الكاميرا بتركب فيها ماشي، نركبها الكاميرا بتركب كده ماشي، الكاميرا بتركب كده فيها. اقول لكم بقى لازمتها ايه. مثلا انت ممكن اركب البتاعة دي ده، ممكن نجربها هقول لكم بس لازمتها ايه دلوقتي لما اركبها.
البتاع اللي تحت دي بتركب هنا كده، نركبها. بعد ما تركبها كده بتبقى من تحت عامله كده، يعني كده انت ممكن تحطها في ترايبود ماشي، فتجيب ترايبود تحطها عليه كده. دي حاجه بقى من الاكسسوارات اللي بتيجي مع الكاميرا. طبعا بيديك اكسسوارات كتير جدا، ما تحتاجش تشتري اكسسوارات خالص، مع ان سعرها بسيط جدا بالنسبه للكاميرات، بس بيديك برضو بيظبطك، بيديك اكسسوارات بقى حوالي 6-7 اكسسوارات كده. الحاجات دي لوحدها ممكن تخش لها في 300-400 جنيه. فالكاميرا هتبقى محطوطه على الترايبود كده، ممكن تصور بيها كده، بس برضو كده. دي حاجه من المميزات اللي فيها. طبعا الحاجات دي انا مجربتهاش، عشان دي بقى محتاجه مثلا تكون عندك عجله تركبها عليه. بيجيلك حاجات غريبه انا الصراحه لسه ما اكتشفتهاش، عشان انا في مكان داخلي مش عارف. الكاميرا دي موجوده في محلات موبي ستور، ممكن تجيبها من عنده لو انت مثلا في الاستخدامات اللي انا قلت لها لك دي. فبس كده، يا رب تكون استفدت من الفيديو ده. اضغط لايك وشير وسبسكرايب عشان نعمل لكم فيديوهات اكتر من كده. وزي ما قلت لكم، لو انت عايزين تجربه كاميرا حقيقيه بجد، اشتروا كاميرا من اول 5000 جنيه، هتحس بقى ان انت فعلا لا في كواليتي. ماشي، اشترك في القناه، اضغط لايك سبسكرايب، كل الحاجات دي، نعمل لكم فيديوهات اكتر. بس كده، الفيديوهات الجايه بقى لايك سبسكرايب. طبعا انا حسابي على انستجرام، طبعا ده اهم حاجه، هتعرف فيديوهات هتنزل امتى، وبنزل صور هناك. وصفحتي على الفيسبوك، والجروب بتاعي هسيبهولكوا في اللينك تحت في الديسكريبشن، اسمه هحاول ابقى جيمر. ده هلعب فيه العاب بقى بابجي وبتاع. لو انت جيمر يعني هتحب الجروب ده جدا. طبعا لو عايز تروح محلات موبي ستور هسيب لكم العناوين تحت الديسكريبشن، وصفحته على الفيسبوك، والارقام بيوصل لكل المحافظات زي ما قلت لكم كده يعني. بس بنوريكم بس اخر مره كده، دي شكل علبه بس. سلام.